ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده معانا مشكلة ما بين راجل وست. الراجل بيشتكي ان الست دايما بتقارنه بالآخرين وبتقارنه بجوازات صحابها، وهو قرر ان المرة دي ياخد موقف منها. هو كان قاعد في البيت راجع من الشغل ومراته بتتكلم بنفس الاسلوب المقارنة، بس المرة دي ده قرر يتكلم. بتبص على صور صحاباتها وبتقوله جوزها بص مخرجها فين وجايب لها ايه، وخلينا احنا كده قاعدين وما توديناش في حتة. راح قال لها كفاية حرام عليكي، انا كل مرة برجع من بره هدومي متبهدلة من الشغل وقلبي محروق من التفكير وبرضه مش عاجب. كل مرة لازم الاقي مقارنة جديدة، كأنك دايما شايفاني قليل من غيري. هي دي المشكلة. انا عايزة اقول حاجة للست: قبل ما تقارني اسألي نفسك، هو فعلا مقصر ولا الدنيا ضغطاه؟ هو مش بيقولك بحبك كتير؟ طيب يمكن مش بيعرف يعبر بس بيبين ده في أفعاله. خليكي واعية لده. الناس مش زي بعضها. الراجل اللي بتقارنيه بيه ما تعرفيش ايه اللي بيحصل جوا بيته. ممكن يكون بيصرف كويس بس بيهم مراته. ممكن جوزك مش غني بس بيحبك بجد وبيخاف عليكي. شجعيه بدل ما تكسريه. مشكلته مش انه مش بيعمل، مشكلته انه عايزك فخورة بيه. لو بتحسي ان في حاجات ناقصاكي ما تعمليش مقارنة، اتكلمي بهدوء وقوليله انا بحب الحنية، نفسي نرجع نتكلم زي الاول. اعرفي امتى تتكلمي: لما يكون راجع من الشغل، ما يكونش راجع مطحون ومش وقته خالص انك تقوليله فلان عمل وسوى. اختاري الوقت الصح واختاري الطريقة اللي توصلي بيها اللي في قلبك من غير ما تجرحيه. بصي يا حبيبتي، انا مش جايه اقولك عيب تعملي كده ولا الومك، انا جايه اقولك انك يمكن مش واخده بالك بس الكلمه اللي بتخرجيها ممكن تكسر جوزك من غير ما تقصدي. كل مره بتقولي شوف فلان جاب لي مراته ايه، هو بيسمعها كده: انت مش كفايه، انت مقصر، انت مش راجل زيهم. حتى لو انت مش قصدك كده، هو بيحسها كده. وعايزك تفكري معايا بصوت عالي: هو فعلا بيحبك؟ بيشقى علشانك؟ بيتحمل فوق طاقته عشان البيت؟ عمرك ما احتجتيه في حاجة واتأخر؟ لو الإجابة يبقى يستاهل كلمة حلوة مش مقارنة. طب تعملي ايه؟ بدل المقارنة امدحيه. بدل ما تقولي شوف جوز فلانة بيقول لها ايه، قوليله انا عايزة اسمع منك كلام حلو. قولي نفسي اسمع منك كلمتين حلوين. هيحس انك مش بتقللي منه، هيحس انك بتشتاقي ليه، وده فرق كبير. خليكي سند مش حمل. الراجل لما يرجع تعبان عايز وش يريحه. اطلبي اللي انتي محتاجاه بحنية. كلنا بنحب نشوف اهتمام بس الطريقة بتفرق. قوليله انا عارفة الظروف مش سهلة بس نفسي في خروجة حلوة سوا، حتى لو على النيل. صدقيني هيفكر فيها وهيخطط لها، بس لانه حس انك مش بتقللي، انك بس بتتمني. لما تحكي عنه لأهلك أو أصدقائك احكي بحب وشجعيه بكلمة حلوة قدام أهلك. هيرجع بيته طاير من الفرحة، هيبقى عايز يديكي أكتر ويحققلك اللي بتحلمي بيه. لو شاف في عينيكي رضا وحب هيبقى بطل، وهيتعب أكتر عشانك، وهيكون عايز دايما الفرحة في وشك. أنا مش بقولك ما تطلبيش، بس بطلب منك تطلبي بحب مش بمقارنة. الراجل مش بيقول دايما أنا موجوع بس بيبان عليه. خليكي الحضن اللي يرجعله.